أذكر مرة من المرات أن تاجر من التجار الكبار في الرياض وأنا صغير في الثانوي في تلك الفترة قال لي: يا ابني مستعد أتنازل عن كل ما أملك لكن تعطيني شيء واحد عندك. فأنا تساءلت: ما هو الشيء الوحيد اللي عندي لا يوجد عند هذا التاجر؟ هو تاجر كبير من كبار التجار في الرياض. فقلت: ما الذي عندي وليس عندك؟ فقال: القرآن الذي في صدرك. يقول: مستعد أتنازل عن كل ما أملك. فأنا وأنا صغير عندما استمعت إلى هذه العبارة عرفت قيمة القرآن الذي أحمله. حافظ القرآن وواحد وغاتا إلهي وحوي بكشي. الله رب العالمين في مقام الامتنان نبي يدا مرمرك قاركي ومن ندي سئي قلده سب وشيغو سيدا ويري: ولقد مننا على موسى وهارون ولقد مننا عليك مرة أخرى موسى مركو لهدي. نبي محمد مركو من ندي سئي قلده سئ وكلهدي وحوير: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ولقد آتيناك 7 من المثاني وسورة الفاتحة بانو كسيني والقرآن العظيم قرآن كوينا ولا كان ساس عرنا يا الله العظيم ملك الملوك ذو الجلال والإكرام العظيم إذا عظم شيء فهو العظيم عظيم كوينا يا رب العالمين بقرآن كي وحوي القرآن العظيم بانو كسيني. هذه أرنتو ساتها: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أصناف دنيوي أهو أنو أقول حين كون غافلين تا عندها هلا العلاعين وكوين تايوال وحي له كشيبا كوين حكى في الفرنيسة الدنيا متاحد لما متيد لما مستوى لما تيد هذا إلهي وقرآن كقلبك كشوا وحافظك هذا جاي أدو قادته إن قفك لكاس دروياي وكاوح بدنياي نعمة إلهي والحقرتي أقو احتقرت نعمة الله العظمى هي القرآن مركتا أقو مقام كاسات تاغنتاي